ولا سبيل إلى إصلاح هذه النية أو ما ذكرنا من الإرادة والهمة في باب العبادة، ليس من سبيل ولا طريق إلى تحقيق هذه النية وتصحيحها والسمو بهذه الإرادة إلا بالعلم. من هنا نعرف فضل العلم ومكانة العلم. والعلم إنما نعني به ما ذكرنا، العلم النافع أو ما يعبر عنه بالعلم الموروث، العلم الموروث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ميراث النبوة. والمراد هو ما كان عليه نبينا وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إذ لا فرق كما هو معلوم عند طلاب العلم بين سنة نبينا وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سنة النبي وما كان عليه النبي هو عين ما كان عليه الخلفاء والصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخاصة في باب الاعتقاد. لذلك ليس من طريق يوصل العبد إلى ربه إلا هذا العلم الموروث، كما ذكر ابن القيم رحمه الله: وأما الطرق إلى الله تبارك وتعالى فكثيرة ولكنها مسدودة، وليس من طريق يوصل إلى الله تبارك وتعالى إلا طريق محمد وأصحابه عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم جميعا. فينبغي الاعتناء بهذا الأمر وهذا النوع وهذا الوصف حتى في العلم الشرعي،